بعد ما دازت 5 سنين كملت الكريدي ديالي، بغيت نمشي ناخذ المان لوفي. قال لي بغيتي المان لوفي عندك واحد 11 مليون تخلصيها الا بغيتي الطوموبيل 29 مليون باللي تخيت، ولا 38 مليون خلصتها كملتها. ملي بغيت المان لوفي قال لك 11 113600 يعني 11 مليون تقريبا ونص. هو تخيلت انت تاخذ طوموبيل بالكريدي وفي الاخر وقع لك هذا البلان. بلا شك نتوما طلع لكم الفيديو ديال هاد السيده اللي خدات الطوموبيل بالكريدي وخلصت الطريطات ديالها كاملين. في الاخر ملي بغات تاخذ المال لوفي وتقلب الكارت كريديت بسميتها قالوا لها خصك تزيدي واحد 11 مليون. هاد الجمله خلعات بزاف ديال المغاربه وخلاتهم يخافوا من القرض المجاني. ولكن المشكل الحقيقي ماشي غير في هاد السيده، المشكل هو ان بزاف ديال الناس كيشوفوا في لي بانو ديال الاشهار او في الاشهار ديال التلفازه قرض مجاني بنسبه 0%. كتبان لهم هذيك 0% كبيره وكيفرحوا وكيقولوا صافي هذه هي الهوته، وما كيعرفوش بان هذيك 0% تقدر تكون نسبه الفائده ديالها اكثر من 4% اللي غادي تاخذها من البنك ديريكت. اليوم غادي نفسر لك شنو هو كريدي غراتوي بصح ماشي كيف كيبينوه لكم في الاشهار، وغادي نوريكم فين كاين القالب ديال السكر، وغادي نشرحوا شنو هما لي فخي دوسي وشنو هو التي او جي وشنو هو الفالور ريزيدويال وشنو تبدل في 2026. وغادي نعطيكم 3 ديال الامثله من ارض الواقع الا بغينا مثلا ناخذوا داسيا داسر بالكريدي 0% او لا رونو ار 5 اللي يلاه كيخرجات او لا رونو كليو محبوبه الجماهير. وملي غادي نشرحوا هذا الشيء كامل غادي نرجعوا الفيديو ديال السيده وتكون ديجا وضحت لكم الصوره فين وقع عليها القالب، وندخلوا في الموضوع نيشان ونشوفوا الا بغينا مثلا ناخذوا رونو كليو من الموقع الرسمي ديالهم كيسوقوا ان العرض او الطريطه فيها 1600 درهم الشهر والكريدي غراتوي بالنسبه ديال 0%. وهذه راهم كاتبينها كبيره، لكن الا شفنا في السطر الاخر اللي كاتبينه صغير كاتبين ان لابور 50%. لابور هو التسبيق، يعني باش تستافد من هذيك 0% ديال الكريدي غراتوي خاصك على الاقل تسبق 50%. والشرط الثاني هو المده ديال الكريدي كامل ما تتجاوزش 60 شهر. ولي فخي دوسي 4.5% اور تاكس، وركز على هذا الاور تاكس لانهم مازال ما حاسبينش لك لي تاكس اللي كاينين في الاخر، زائد تي او جي 4.85%. يعني هنا من الاخر راه ماشي 0%، راه 4.85% باش غادي تستافد من هذاك الكريدي. لكن هما كيبينوا لك في الماركتينغ ديالهم 0% كاتبينها كبيره، لكن قانونيا راه ما عندك ما تصور منهم لانهم كاتبين لك هذه المعلومات كاملين، غير انت الا عميتي او ما قريتيهمش راه غادي تصيد. وهنا غادي نتعلموا اول درس هو ان 0% اللي مكتوبه في العنوان او في الاشهار كبير فما كتعنيش انك دائما مستفد من 0%، تقدر تكون التكلفه اكبر. دابا نشوفوا الا بغينا ناخذوا محبوبه الجماهير داسيا، لكن هنا غادي نعطيو مثال بداسيا داسر نفس البلان في الموقع الرسمي ديالهم، عندهم نفس الكونسيبت ديال رونو تقريبا، دايرين لك ان لي زانتيري او الكريدي 0% ومركزين عليها بزاف، لكن شريطتها انك تحقق جوج ديال الشروط. الشرط الاول هو لابور 50%، يعني تسبق 50% من القيمه ديال الطوموبيل. هنا غادي نقول لك الا عندك اصلا 50% من القيمه ديال داسيا داسر من لا ميزون اللي تقريبا واحد 15 او 16 مليون، بلا ما تكمل هذا الفيديو تحمق راسك سير شري طوموبيل مستعمله بهذا الثمن، راه غتجيب لك شي حاجه اللي مزيانه، سواء بي ام سيري 3 او لا شي مرسيدس كلاس سي او لا شي كليو 5 ولا كليو 4، وبلا ما تحمق راسك وتكمل هذا الفيديو حتى الاخر. المهم نرجعوا الموضوع ديالنا، يعني قال لك خاصك ضروري تحقق جوج ديال الشروط باش تقدر تستافد من 0% اللي هو لابور او التسويق 50% من القيمه ديال الطوموبيل، والكريدي ما يتجاوز مده ديال 72 شهر. حقق هادو وديك الساعه غادي يعطيوك هما لي فخي دوسي 0%، تي او جي ابارتيغ دو 0%. وركز على هاد ابارتيغ لانها كتعني ابتداء من، راه ما تيقولش لك تي او جي 0%، لا تقول غير ابتداء من 0%. تا ظهرك وانت والكونسيسيونير واش غادي يزرب عليك في الهضره او انت اللي غادي تزرب عليه في الهضره. يقدر يبقى لك التي او جي 0% ويقدر يولي 1% او 2% او حتى 10% الا كانوا عندك الكرون. وهنا كيبان لينا ان هذيك 0% ديال داسيا داسر بحالها بحال 0% ديال رونو كليو، ما كاين حتى شي فرق ما بيناتهم، نفس القالب، غير اختار واش تقولب هنا او لا تقولب هنا. ودابا نجيو للمثال الثالث ديال رونو ار 5. قبل ما نعطيو هذا المثال، اول حاجه هاد الطوموبيل ما تستاهلش الثمن ديالها، جو بونس واش هي ايبريد او لا فول الكتريك، المهم بجميع الاحوال ما كتستاهلش داك الضجه الكبيره اللي داروا عليها، وما غاديش تمشى بزاف في المغرب لان المغاربه دائما كيقلبوا على الهوته، كيقلب على طوموبيل تكون كبيره وواعره ورخيصه في نفس الوقت. نفس البلان في الموقع الرسمي ديال رونو ار 5 كيقولوا لنا ان العرض هو 0%، ودائما كيلصقوا لنا هاد 0% هي الاولى، لكن شريطتها انك تسبق او لابور 50%
25%، يعني تعطيهم تسبيق ديال 25% من القيمه ديال الطوموبيل، والمده ديال الكريدي في حدود 60 شهر. لكن الا هبطنا لتحت وراه كاتبينها واحد شويه صغيره، فالور ريزيدويال كيساوي 25%. ومثلا كامل مكتوب فرونسي بالدارجه. شنو كاتبين لكم تما اولا شنو كاين هذاك الشيء؟ هو ملي غادي تسالي الكريدي ديالك وغادي تخلص الطريطات ديالك كاملين من الطريطه الاولى حتى للطريطه الاخرى، وغادي تبغي تاخذ المال لوفي وتقلب الكارت غريز في السميه ديالك، غادي خاصك تزيدهم 25% من القيمه الاجماليه ديال الطوموبيل. وهذا هو تقريبا القالب اللي وقع لهذيك السيده. دابا نوقفوا شويه ونشوفوا شنو غادي خاصك تقرا في الكونطرا قبل ما تسيني عليها ويضحكوا عليك، باش ما تجيش بالزربه وتسيني بحال هكا تكاشي وتقول غادي ناخذ الكونتاك والطوموبيل بالزربه باش نعيق على الجيران ونعيق على بنت فلان. خاصك تجبد ورقه والسيلو وتقيد معايا هاد السته ديال الحوايج اللي غادي نقول لك ضروري انك تقراهم او عاود تفرج في الفيديو باش تقدر تفهمهم. المهم هادشي كامل اللي غادي نذكر لكم راه كينطبق على كريدي ديال الطوموبيل او كريدي ديال دار او كريدي ديال التليفون او كريدي ديال البيس. اي كريدي راه تقريبا كينطبق عليه هادشي كامل. دونك اول حاجه غادي خاصك تشوف فالكونترا اللي كتكون قدامك هو الطو نومينال، وغالبا هاد الطو نومينال هو داك الرقم الكبير اللي كيكون مكتوب في الاشهار، وغالبا غادي تلقاو مكتوبه فيه 0%. وغالبا عاوتاني غنقهركم بهذا غالبا هذاك لاجون او الكونسيسيونير اللي كيكون في الشركه ديال لا ميزون كيبقى يركز عليه في الكونترا حيت كيكون مكتوب كبير تلقاوك هكا انت الطو نومينال داكشي ديال لي زانتيري عندك 0% وكذا وهادي راه هوتا ما غاديش تلقى بحال هذا الكريدي ما عمرك غادي تلقى بحالو وكذا الى اخره. دونك ما تركزش بزاف على هاد الطو نومينال لان ما عنده حتى شي علاقه بهذاك الشيء اللي غادي تخلص في الاخر. وهادشي ولا يدوزنا ثانيا تي او جي او الاختصار ديال طو افيكتيف جلوبال. غيجي شي واحد في كومونتيرات كيسب خويا حنا في 2026 وانت مازال كتهضر بالفرنسي. راه ما عندي ما ندير لكم لان الكونترا اللي غادي يعطيوك بحال هذه غادي تكون مكتوبه بالفرنسي. ممكنش ليا نقول لكم بالدارجه او باللغه العربيه او بالانجلي لانك ملي غادي تمشي ما غاديش تلقى نفس المصطلحات. داكشي علاش كنقول لكم هادشي بالفرنسي لانه هو اللي غادي تلقاو ملي غادي تبغيو تاخذوا الكريدي ديالكم. زائد نصيحه واحده اخرى، اصلا الكريدي حرام. دونك الا كنت مقتنع بان الكريدي حرام والربا حتى هي حرام بلا ما تكمل هذا الفيديو، انا دايره غير على سبيل التوعيه، لان واخا نقول لك الكريدي حرام ما تاخذوش ضروري غيمشيو الناس ياخذوا كريدي، ومن الافضل نوريهم هذا القوالب باش ما يتصيدوش. دونك نكملوا في ثانيا شنو هو التي او جي او الطو افيكتيف جلوبال. هذا هو اهم حاجه تقريبا في الكريدي لانه كيعطيك صوره تقريبيه على شحال غادي تخلص في الكريدي ديالك، لانه غالبا الا لقيتي الاول طو نومينال 0% تيكون تحت منه تي او جي وكيعطيوك شحال القيمه ديالو. بحال مثلا شنو المثال ديال رونوكليو كانوا دايرين 4.50% اور تاكس، لكن بلي تاكس وبكل شيء كتعطيك 4.85%. وهنا بالزربه قلبوا عليك الفيسا كانت 0% ولات 4.85%. يقدر يجي شي واحد يدير فيها فاهم وكذا يقول لك واش هي 4.85%؟ 4.85% الا ضربتيها ف 23 او 24 مليون الثمن ديال الطوموبيل زائد ضربها في 60 شهر او في 72 شهر، راه هنا كنهضروا على فلوس كبيره معلم تقدر تبدل حياتك راسا على عقب. وثالث حاجه غادي خاصك تقلب عليها في العقد حتى هي كيقدروا يكونوا مخبينها او كيكونوا دايرينها لك في الاول اللي هو لابور او التسبيق. التسبيق غادي خاصك تسول هذاك لاجون واش التسبيق 0% او غادي خاصك تسبق 25% من القيمه الاجماليه ديال الطوموبيل او غادي خاصك تسبق 50% من القيمه الاجماليه ديال الطوموبيل بحال البلان ديال رونو وبحال البلان ديال داسيا داستر. وهذه هي اللي كتقلب المعادله كامله، لان شنو كيقول لك المنطق ديالنا حنا هنا في المغرب، كل ما كان التسبيق كبير بزاف فالور ريزيدويال كيكون صغير او الطريطه الاخرى كتكون صغيره. وكل ما كان التسبيق صغير بزاف، مثلا سبقتي 0 درهم وخديتي الكليف ديال الطوموبيل وخديتي الطوموبيل ديالك مشيتي بها او سبقتي غير واحد 2000 درهم او 1500 درهم، غالبا الفالور ريزيدويال غادي يكون طالع بزاف. وتقريبا هذا هو البلان اللي وقع هذيك السيده. علاش طلبوا منها 11 مليون في الاخر؟ لان غالبا في الاول ما سبقات حتى ريال او سبقات واحد الثمن اللي هو بخس. دونك دائما سول على لابور. الا قال لك ما غادي تسبق والو عرف كاين شي قالب في الاخر غادي تزرع عليك. اما الا قال لك خويا ضروري غادي خصك تسبق 50% من القيمه ديال الطوموبيل، عرف ان الفالور ريزيدويال غادي يكون ناقص واحد شويه. وكما قلت لك قبيله الا ديجا انت عندك اصلا التسبيق ديال 50% سير اخويا شري طوموبيل مستعمله وهني راسك. وهذا الشيء هو اللي غادي يدوزنا رابعا عاد هضرنا عليه دابا هو الفالور ريزيدويال. شنو هو الفالور ريزيدويال؟ شوف اي كلمه بانت لك بالفرنسي وما فهمتيش شنو كتعني بالعربيه عرف ان هذاك راه قالب زوين.
وين. لان دابا الا قلت لك شنو هو الفالور ريزيدويال غتقول لي الله اعلم. الا جبنا استاذ ديال اللغه الفرنسيه وقلنا ليه شنو هو الفالور ريزيدويال غيقول لك الله اعلم. الا جبنا اي واحد وقلنا ليه شنو هو الفالور ريزيدويال غيقول لك الله اعلم. لان هذا مصطلح خصك تكون ولد لي بنك وولد الكريديات باش تقدر تفهمه. المهم باختصار شنو هو الفالور ريزيدويال؟ هو واحد القيمه دايره بحال الرهن العقاري. يعني كيكونوا راهنين ليك الطوموبيل وملي كتبغي تاخذ المال لوفي باش تحيد هذاك الرهن اولا هذاك الحجز اللي دايرين عليك باش تقلب الكاتيجوريز في السميه ديالك تيقول لك غادي خاصك تخلص لينا الفالور ريزيدويال. حاولت نبسطها لكم باقصى ما يمكن بالدارجه. هذا هو الاختصار ديال الفالور ريزيدويال. الا شفتي الفالور ريزيدويال 25% اولا 50% اولا واحد المبلغ معين هرب. يعني حتى غتسالي الطريطات ديالك ما يبقاو ما يتسالوك حتى ريال. وغادي تبغي تاخذ الكارت تقلبها في السميه ديالك طق كيتكاو عليك بالفالور ريزيدويال. دونك دائما سول هذاك لاجون اللي كاين تما ما تحسب من حتى شي حاجه. قول لي خويا شحال عندكم الفالور ريزيدويال واش عندكم ولا لا؟ كاين بعض الشركات ما عندهمش نهائيا. كاين بعض الشركات كيكونوا مخبيينه ما كيقولوها حتى شي حد حتى الاخر عاد كيتكاو عليك. وكاين بعض الشركات بحال رونو اير 5 راهم كاتبينها في السيت قداش واخا هي صغيره المهم راه كاتبين لك 25% ديال الفالور ريزيدويال. دونك هنا فين كيوقع القالب البنادم. حاول تسول على هذه النقطه. وخامس حاجه غادي خاصك تقلب عليها في العقد اللي هي لي فخي دوسي. غالبا ما كيكتبوهاش لك في العقد لكن سول عليها. قول لي خويا واش كاينين لي فخي دوسي او لا. والا قال لك كاينين قول ليه شحال من مليون. لانه لا يعقل مجموعه من الاوراق وتنبرو كاشيك دا يحسبوا لك ب 8000 اولا ب 10000 درهم. واخا يكونوا هاد الوراق مصاوبين من الذهب راه ما غاديش يكونوا ساويين هذاك الثمن. دونك دائما سول على لي فخي دوسي. لان شي مره كيكونوا غير واحد المعاملات بسيطه وكيكتبوا لك في لي فخي دوسي 3000 6000 8000 درهم اولا كيحيدوا لك هما الطريطات كاملين وكيديروا لك واحد 20000 درهم في لي فخي دوسي ويقول لك راه كريدي غراتوي. لا راه القالب كاين في لي فخي دوسي لان هما الارباح ديالهم كاملين مجموعين في هذيك التكلفه ديال الدوسي وكتخلصها انت في الاول قبل ما تعرف. وسادس حاجه سول عليها هو لي زاسيرونس. واش داخل لاسيرونس او لا وشحال غادي يكلفك لاسيرونس. واش مبزين عليك دير لاسيرونس تو ريسك مع شي شركه دايرين معاها كونفونسيون. لان بزاف ديال الشركات اللي كتمشي عندهم لا ميزون كتاخذ طوموبيل دوبل في وفي الاخر كيقولوا لك لا راه في البنود ديالنا غادي خاصك ضروري العام الاول دير لاسيرونس مع الشركه ديالنا او الشركه اللي تابعه لينا. وملي كتبغي دير لاسيرونس كيقول لك لا راه ضروري يكون تو ريسك. وملي كدير تو ريسك كتلقاه ساوي واحد 15000 اولا 16000 درهم. يعني مبلغ مبالغ فيه بزاف. وانت عندك شي صاحبك اولا شي واحد كتعرفه عنده لاسيرونس في الدرب ديالكم يقدر يدير معاك النص ديال هذاك الثمن ويدير معاك تسهيلات بزاف. لكن هما كيفرضوا عليك لاسيرونس ديالهم. دونك دائما سولهم على هذه النقطه واش لاسيرونس داخل في هذا الشيء او لا. ولا كان داخل ان اسيرونس غادي يكون داخل وشحال التكلفه ديالو وشنو داخل في هذا لاسيرونس اصلا. تو ريسك واش فيه الحريقه فيه الزجاجه شهرات فيه الطوموبيل اللي تشفرات فيه واش انا فوجي في الى اخره. سول على هاد لي ديتاي لانك في الاخر انت اللي حاط فلوس. وسابعا او اخر حاجه غادي خاصك تسول عليها هي لي ماتريكولاسيون. لان كاينين بعض المصاريف وحدين اخرين كيكونوا زارعينهم لك هنا في الدوسي بحال لي ماتريكولاسيون او الميزون سيركولاسيون او بعض الخدمات المضافه. وهاد الخدمات المضافه ما كيكونوش محددين شنو هما. زائد كيقدر يكون واحد البلان واحد اخر كيتزاد عليك هو الكولور ديال الطوموبيل. لان حنا كاملين عارفين ان اللون ديال الطوموبيل كيلعب دور كبير في الثمن. والبان بزاف الناس ما عارفينوش الطوموبيل الا خرجت بالكولور ابيض راه كتكون ناقصه بمليون او 10000 درهم على الطوموبيل اللي خارجه بكولور كحل اولا بشي سبيشال كولور بحال الفيولي اولا البيستاج اولا شي كولور اللي ما دايرش. دونك دائما سول على هاد الخدمات الاضافيه اللي غادي يزيدوا عليك واش كاينين ولا لا وشنو هما ويحددهم لك في العقد. واش غادي تزادوا لك الجوانط الومنيوم واش شي حاجه داخله في لي زوبسيون ديال الطوموبيل واش داخل الديباناج باش يوصلوه عليك حكا من لا ميزون للدار اولا يحسبوا عليك داكشي اللي غادي يجيبوه الطوموبيل تجي في الباخره الى اخره. دائما سول على هادشي واش داخل في الكونطرا او لا وكالكولي ديك الساعه الحساب مع راسك وشوف واش مسلكك او لا. ودابا بعد ما شرحنا هادشي كامل غالبا غتكون وضحت لكم الصوره ديال هاد السيده اللي بانت في الفيديو ودارت البوز. وبزاف ديال الناس بداو كيكتبوا في كومونتيرات لكن ما فاهمين شنو وقع بالضبط. هي بلسانها قالت انها خلصت التطريرات ديالها كاملين بقاو كيتسالاو حتى شي حاجه. ملي مشات تاخذ المال لوفي باش تقلب الكارت غريز في السميه ديالها قالوا لها غادي خاصك تزيدي واحد 11 مليون. وهنا غالبا كاينين ثلاثه ديال الاحتمالات لا رابعه لهما. اول احتمال بنسبه ديال 90%
هو الفالور ريزيدويال. غالبا ما قراتش في الكونطرا ديالها كما شفنا مثال ديال هاد الكونطرا اللي كتبان لكم دابا اولا ديال رونو ار 5 كيكونوا كاتبين لك فالور ريزيدويال 25%. هي غالبا في الكونطرا ديالها كان الفالور ريزيدويال مزروع كما كيبان لكم مثال هنايا سواء فيه 25 اولا 30 اولا 33%. يعني ملي سالات الطريطات ديالها كاملين عاد ديك الساعه بداو كيحسبوا معها الفالور ريزيدويال وطلعوا كيتسالوها 11 مليون. وهذا الشيء هي ما ركزاتش عليه في الاول لان الانسان الله يحسن العوان تيكون فرحان وكذا وديك اللهفه باش يزص الطوموبيل ويمشي يفرح الوالدين والجيران الى اخره وما كيقراش الكونطرا كامله. هنا كندوزو الاحتمال الثاني يعني حتى الا هي ردات البال الفالور ريزيدويال كاين واحد القالب الا ما طلبتيش طابلو دي سيونس وكتشوف كيكونوا فيه مثال ديالو هو هذا كيكونوا فيه الطريطات ديال كاملين من الطريطه رقم 1 حتى الطريطه مثلا رقم 60 وكتكون ديرنيير مونسياليتي كيسميوها بحال او اخر طريطه كيكون المبلغ ديالها مبالغ فيه بزاف. علاش؟ لانه هما كيديروا لك 59 طريطه بواحد المبلغ اللي بسيط باش يزعموك على الكريدي. يعني هما في الاول جاو قالوا لك الطوموبيل غتاخذها لكن غتبقى تخلص 2000 درهم في الشهر. غالبا المغاربه غتجيهم 2000 درهم قاصحه. هما شنو كيديروا لك؟ تقول لك حكا تخلص غير 800 درهم تقول صافي 800 درهم كي والو غادي يركب على طوموبيل واعره دوبل في غادي ينفقس البنادم عينيه. لكن هما جامعين لك هذوك المجموع كامل كيكبوا لك في الطريطه الاخرى اللي هي اخر طريطه غادي تخلصها. في هذه الحاله كما كتشوفوا الطريطه رقم 60 وكيتكاو عليك واحد 3 او 4 ديال المليون. غالبا غادي يكون حتى هذا احتمال وقع ليها اولا كيزرعوا لك واحد البند. هذا هو الاحتمال الثالث اللي يكونطرا ليها ديال رفع الرهن اولا التصفيه. يعني كيزرعوا لك واحد البند وسط الكونطرا ديالك وكيقولوا لك بالدارجه الا بغيتي تاخذ الكارت غريز وتردها في السميه ديالك وحنا نرفعوا الرهن على هذيك الطوموبيل غادي خاصك تخلص واحد المبلغ مالي. اولا هما ما كيكتبوش لك هذاك المبلغ مالي باش انت ما تصيدش فيه اولا تشوفوا تعيق بهم. كيكتبوا لك بالنسبه المئويه غادي تخلص مثلا 25% من القيمه الاجماليه ديال الطوموبيل وصافي. كيكون مكتوب بواحد الخط صغير وزارعينه وسط الكونطرا واصلا الكونطرا كامله مكتوبه بالفرنسي واخا يعطيوها لك تقراها ما غاديش تفهم حتى شي حاجه بلا ما تكون فرحان. كيسيني طق كيقول لهم كاشيو هذاك الشيء حتى هما طق كيلصقوا لك كريدي طق كيتزرع عليك القالب وكتمشي فرحان وفي الاخر كتصيد وكتصدم. دابا غير خصنا نفهموا واحد القضيه. الناس فين كيتصيدوا في القرض المجاني 0%. يعني شنو القالب اللي كيخليهم يتصيدوا؟ كاينين 3 ديال الحوايج. اول حاجه هي هذيك 0% بالاصل ديالها. يعني الواحد انفو كيشوف هذيك 0% مكتوبه كبيره هنا كيحبس. واخا تجي تشرح ليه تقول لي لا راه كاين تيقول حبس 0% صاحبي ارى لي السيرو طق كيسيني الرق ارى لي طوموبيل صافي كيخليها في يد الله. هو اللي تبغي تشرح ليه تقول لك ستوب 0% ما تزيدش تهضر معايا هاوتا هذه الا زهقتها عمري غادي نلقى بحالها. ثاني بلان كيتصيدوا فيه الناس هو الطريطه كتبان لهم خفيفه بزاف. تقولك انا اصلا نقد على هاد الطريطه راه غير 500 درهم اولا غير 700 درهم. هو ما عارفش انهم كل ما حنوا فيك في الطريطه راهم زارعين لك قالب كبير في الاخر. يعني هذا كذلك قالب كيتصيدوا فيه الناس. وثالث قالب كيتصيدوا فيه الناس وسمحوا لنا على هذه الكلمه ديال القالب لكن هي اكثر حاجه بالدارجه تقدر توصل لكم الفكره. ثالث حاجه كيتصيدوا فيها الناس هو انهم ما كيقراوش الكونطرا ما كيقراوش فين كاين التي او جي ما كيقراوش لابور او التسبيق ما كيشوفوش الفالور ريزيدويال ما كيشوفوش لي فخي لي زايدين ديال لي فخي الدوسي والخدمات المضافه ما كيشوفوش لاسيرونس واش مفروض عليهم او لا. وشي مره كيكون حتى لاسيرونس على الحياه. يعني تخيل كيزرعوا لك اسيرونس على الحياه باش انت حتى الا متي ومازال هما كيتسالوك لاسيرونس كيخلص لهم. يعني اسيرونس ماشي ديالك انت الاسيرونس خاص بهم هما كيزرعوه لك تما والناس ما كيردوش ليه البال والناس ما كيشوفوش حتى الطوطال ديال لي زونغاجمون وفي الاخر كيحكموا غير على داك العنوان اللي كيكون كبير مكتوبه فيه قرض مجاني 0% هاوتا سريع وكذا سياره فاخره وهذيك التخربيق وصافي. هنا كيتزرع لك اكبر قالب غادي يوقع لك في حياتك وتقدر ما يبقاش يجيك النعاس نهائيا الا كنتي دابا واخد كريدي وعاد كتشوف هذا الفيديو. غالبا غيطلع لك قدام وتقول يا خويا حتى خديت كريدي عاد لحتي لينا هذا الفيديو. ما عندي من ديالك اخويا اصلا الربا حرام. وبغيت باش نقول لكم واحد المعلومه هذا الفيديو راه ديجا درتو شي 4 سنين اولا 5 سنين هذه وتقريبا راه تبدلوا فيه دابا شي حوايج في 2026 داكشي علاش كنعاود نديرو ونفس هذاك السكريبت تقريبا شديتو دخلتو شات جي بي تي وباش عطيتكم الابديتس اللي كاينين في 2026 وتجي واحد السلاسه وشات جي بي تي كتب لي واحد سطير اللي هو زوين او واحد البانش لاين قال لك الشهريه كتغريك والسطر الاخر في الكونطرا اللي مكتوب صغير
كيعريك. وتخيل شات جي بي تي ولا كيكتب بالدارجه وكيعطينا امثله واعرين على القرض المجاني وحتى هو عارف فيه القوال. وصافي هادشي اللي كان تقريبا. ما كرهتكمش تكتبوا لي في كومونتيرات واش بغيتو ندير لكم بارت جوج على البلان ديال الكريدي غراتوي، ونمشيو حتى لا ميزون ونديروا تجربه فعليه في الواقع ونشوفوا شحال غادي تقام علينا الا بغينا ناخذوا طوموبيل. اولا ندير لكم واحد البلان اللي هو احسن من هذا، غادي يهنيكم من صداع الراس. غادي ندير لكم فيديو كيفاش نجيبوا طوموبيل من المانيا وندخلوها للمغرب. نعطيو مثال ديال مثلا مرسيدس سي 220 غادي نشوفوها في المانيا شحال كدير ونديروا لها التعشير في الديوانه ديال في البور ديال طنجه وندخلوها للمغرب ونشوفوا شحال غتقام علينا بالدرهم. وغادي نشوفوا الا خديناها مثلا من افيتو او من فيسبوك ماركت او من عند السمساره في المنال او من سلا او من البروج بشحال غتقام علينا. غنديروا مقارنه طوموبيل نجيبوها من اوروبا بالديوانه ديالها بكل شيء بشحال غتقام، ولا شريناها من المغرب بشحال غتقام. وغالبا ديال اوروبا او ديال المانيا راه تكون الكاليتي ديالها او النقه ديالها احسن من ديال المغرب. المهم حتى تقولوا لي الراي ديالكم في كومونتيرات واش ندير لكم هذا البلان او لا. وصافي هادشي اللي كان. ما تنساش انك تخلي لايك وسبسكرايب. دمتم سالمين.